السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين يا اللي في بيوتكم منورين. صلوا على النبي يا جماعة قبل ما نبدأ اليوم بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. قلت بقى ندردش مع بعض شوية كده في شوية أمور جميلة جميلة. طبعا احنا النهاردة يوم جديد، شروق يوم جديد. هنتكلم عن ايه يا حبايب قلبي؟ هنتكلم عن حاجة لفتت نظري، وهي ايه؟ طبعا احنا لسه في اجواء رمضان الكريم والاجواء الجميلة، وهي ايه بقى يا حبايب قلبي؟ كل اللي حصل معانا من اول رمضان الى وقتنا هذا لساعة سمعنا الفيديو. وهي ايه يا حبايب قلبي؟ طبعا احنا داخلين دلوقتي على العيد. في حاجات بعض الايجابيات حصلت معانا وما زالت، وفي بعض السلبيات بس مش عايزين هي ايجابيات وفي نفس الوقت سلبيات. ايه ده يا ماما امان؟ هو انت حضرتك بتقول لنا لغز؟ لا مش لغز ولا حاجه، هقول لكم يا حبايب قلبي. تعالوا كده شوفوا الايجابيات الجميله. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا شايفين البرندة اللي فوق دي ايه؟ دي شقة في البرندة في البلكونة اللي في الدور اللي بعديه. تمام. شايفين ايه يا حبايب قلبي؟ شايفين سجاد مغسول، كفر بتاع تقريبا انتريه. يعني بسم الله ما شاء الله. الدنيا الناس بتجهز اللي بيقولوا عليه الروتين عشان العيد. كل سنة وانتم طيبين. طيب هتقولوا طب ايه فايدة اللي انت بتصوره لنا ده يا ماما امان؟ هقول لكم يا حبايب قلبي. انا طبعا بوجه الفيديو ده لحبايب قلبي مين؟ لكل سيدة مصرية هنا فيك يا مصر. ولو كان بيحصل الموضوع ده برضك في العالم كله، بوجه لكم برضك كلكم الكلام ده. انا بعتذر يا جماعة عن السلك اللي باين في الفيديو ده، معلش غصب عني مش هقدر. يعني هو موجود كده. لو عملت الموبايل بره بعيد شوية التليفون هيقع في الشارع من ال 12 وانتوا عارفين. المهم نرجع لمرجوعنا. طبعا بنلاقي كل البيوت عندنا المصرية في الأيام الأخيرة من رمضان السيدات بتتلهي بإيه؟ بالكحك والبسكوت والحلويات اللي بتجهزها، وفوق ده كله ترويق الشقة، ترويقة العيد اللي بنقول عليها هنا المصرية. طبعا ده مش في الشقة دي بس، لا ده في شقة تانية. وبرضك بصوا حد برضك في البرندة من جوه ناشرين تقريبا كفر بتاع سجادة حاجة زي كده. يعني البيوت كلها سجاد ستاير الكلام ده كله. فأنا عايزة أقول لكل سيدة مصرية يا حبيبة قلبي، أيام رمضان الأيام الجميلة دي ما بتتعوضش. بمعنى إيه؟ مش هقول لك ما تروقيش شقتك، مش هقول لك افرحي بالعيد. انا نفسي بفرح بالعيد بالحاجات دي، ان انا اظبط شقتي، ان انا اخلي بيتي يبقى نظيف. ممكن احط فرش جديد والكلام اللي احنا عارفينه في كل الدول بتاعتنا. الدول حبايب قلب الله الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وعيد مبارك عليكم. انا ما بقول لكم ما بحبطكوش، لا، عايزاكم تنظفوا شققكم، عايزاكم تظبطوا الدنيا وتفرحوا وتعملوا كل اللي نفسكم فيه وما لذ وما طاب. بس يا حبايب قلبي ما تنسوش بقى نفسكم لا ده انا هقعد اروق الشقه افضل طول النهار وطول الليل بقى في الحمام بنشر وبغسل السجاد، وعماله بروق في الحيطان، وعماله بروق في المطبخ، وتضيعي يومك. ممكن في بعض الاحيان تفوتك الصلوات. ده اللي انا بتكلم عليه. وهتيجوا برضك في بعض الاحيان تبص تلاقي بعض السيدات تقول لك لا يا ده انا ما ختمتش القرآن. ليه؟ ما هي لخمت نفسها في الايام الاخيرة بالشؤون الدنيوية. انا بقول لك ما بقولكيش ما تفرحيش، ما بقولكيش ما تعمليش، بس وفقي. شوف انت وقفتي لانهي جزء هتقدري تخلصي. ده باقي ايام خلاص على العيد، ايام معدودات. ننتهز الفرصة وننجز على قد ما نقدر
وإن عرفتي مثلا تجيبي حد يساعد معاكي عشان تنجزي مفيش أي مشكلة، يبقى خير وبركة. ما قدرتيش وزعي توضيب شقتك ده كل يوم، اعملي حاجة. مش شرط بقى تقعدي من الصبح للسحور عمالة بقى تعملي وترجعي تندمي تقولي يا خسارة ده رمضان ضاع مني. وتيجي رمضان السنة اللي بعدها ربنا يديكي طولة العمر، تيجي في أول رمضان تقولي لا ده أنا إن شاء الله السنة دي لازم ما اضيعش وقت. ما هو اللي بيضيع وقتنا يا جماعة ان احنا للاسف الشيطان بيقعد يضحك علينا. ونقعد يبقى الفرش مثلا الانتريه نضيف، لا ده انا لازم اغسله، لازم يبقى في العيد كله 100 تبقى الستاير نظيفة لسه مثلا غسلاها بقالك شهر. الكلام ده بيحصل معانا ولا لا؟ بيحصل معانا كلنا. انا يعني بفوق نفسي وبفوقكم باللي انا بقوله لكم ده، وده حاجات حقيقية انا نفسي كنت بقع فيها. فعايزين نتلاشى المواضيع دي يا جماعة، ونشوف قدامنا ونشوف بسمة أمل، ونجتهد في القرآن. ما نقعدش نخلي الكحك والبسكويت والحاجات دي. ممكن مثلا لو مش هتقدري تخلصي حاجتك كلها بعد العيد، هتفرق ايه يا جماعة؟ مش هتفرق حاجة. يعني لو فرشت ملاية نظيفة كده على السرير بتاع ولادك وسرايرك وظبطت الدنيا عادي. المطبخ مش شرط بقى يبقى ايه لازم اغسل الحيطان بقى. ما انا طول شهر رمضان يا ماما اما انا عماله بطبخ بقى والزيوت على الجدران، لا ده انا لازم اعمل لا ده انا عايزه اهم من الجدران واهم من الشقه ده. ما تضيعيش رمضان منك. وانت كده اكيد كلامي وصل لكم في حلقات كتير. مش عايزه يعني اكرر الكلام تاني، وده بقوله لبناتي عشان انتوا بناتي وتهموني، وعايزه ان انتم تفوزوا برمضان، ما تطلعوش خسرانين من رمضان. ان شاء الله رمضان يجعله مبارك عليكم جميعا، ونفوز كلنا بالجنه باذن الله، احنا واولادنا وذريتنا، وربنا يعودها علينا وعليكم جميعا بخير. وارجعكم بقى للمنظر الجميل ده. نسيبنا بقى من منظر الاكتئاب ده، الترويق ومش الترويق والكلام اللي هو ايه لا هيفيدنا. هو هيفيدنا في الدنيا لكن في الاخره ملوش لازمه. مش هي يعني ربنا مش هيحاسبنا يقول لك ايه لا كانت شقتك رايقه ولا مش رايقه، مش رايقه. ظبطت الدنيا في العيد والدنيا كانت جميله وحلوه ولا مش حلوه. مش معنى ذلك اوعوا تفهموا كلامي غلط، مش معنى ذلك هي النظافه من الايمان، بس نوفق ما بين النظافه وما بين تظبيط شقتنا وولادنا والدنيا معانا. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله. واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.